السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده مع فيديو تطبيق جديد. بص يا صاحبي، في الحقيقة غريبة ان نفس البشرية الانسان بيخاف على فلوسه اكتر ما بيخاف على بياناته، ودي نص الحقيقة. بس انا النص التاني فهقولك في اخر الفيديو. احنا النهارده عايشين في عالم كله تطبيقات، تطبيق للبنك وتطبيق للسوشيال ميديا وتطبيق للشغل وتطبيق للدراسة، وكل حد فيهم عايز باسورد مختلف. ومشكلة ان اغلب الناس يا اما بتستخدم نفس كلمة السر في كل حاجة، يا اما بتنساها كل شوية وتقعد تدوس نسيت كلمة المرور لحد ما تتعب. وعشان كده ظهر تطبيق اسمه وان باسورد مانجر. التطبيق فكرته تطبيق ببساطة انه بيبقى خزان الالكترونية حفظ فيه كلمات المرور والبيانات المهمة بشكل منظم وآمن، بدل ما تكتب في ورقة أو ملاحظات على الموبايل. طريقة استخدامه التطبيق بسيطة جدا. بتعمل حساب وتختار كلمة المرور الرئيسية القوية، وبعد كده تبدأ تضيف حساباتك أو تنقل كلمة المرور موجودة عندك. بعد كده التطبيق بيقدر يعمل بياناتك تسجيل الدخول تلقائي في الموقع التطبيقات. ده بيوفر وقت ومجهود كبير. كمان في مولود كلمات مرور قوية يساعد تعمل باسوردات صعبة تخمين بدل كلمة سر شهيرة اللي نص الكوكب بيستخدمها. مع وجهة نظري كشخص خايف عليك، أقوى ميزة هي تطبيق هي انك بيشجعك تستخدم كلمة المرور صح مختلفة. لكن الموقع لانه موقع لو هو موقع واحد تسريب بياناته باقي الحسابات تفضل آمنة. كمان بيدعم تحقيق الخطوات والحفظ البيانات وبطاقات وملاحظات مهمة جدا في مكان واحد. لكن خلينا نتكلم بصراحة، مفيش تطبيق كامل. بعض مستخدمين اندرويد اشتكوا ان الميزة المملة تلقائيا احيانا لا تعمل بشكل مطلوب داخل بعض التطبيقات او مواقع، وده من اكتر تعليقات متكررة في متجر جوجل بلاي. في ناس قالت ان احيانا تنظر نسخة كاملة مرور يدوية بدل ما التطبيق يمل تلقائي. ومقابل ناس كتير بتحب جدا بسبب مستوى الامان وسهولة التنظيم الحسابات وبين الموبايل والكمبيوتر متصفح. وبعض المستخدمين بيستخدموا من سنين وبيعتبروا من افضل مديري كلمات المرور المتاحة حاليا. من العيوب اللي ناس كتير ما خدتش بالها منها ان التطبيق مش مجاني بالكامل. صحيح تقدر تجربه، لكن عشان تستفاد من معظم مميزاته بشكل مستمر تحتاج اشتراك مدفوع، وده بيخلي بعض المستخدمين بيفضلوا بدائل مجانية او اقل تكلفة. ولو سألتني استخدمه ازاي، هقولك ما تحطش كلمة مرور رئيسية في اي مكان مكشوف وفيه بصمة او قفل شاشة، وخلي كلمة المرور الرئيسية مختلفة تماما عن اي كلمة سرية تانية عندك، لان ده مفتاح غزان كلي. ونرجع بقى اللي قلته في اول الفيديو، قلت ان الانسان بيخاف على فلوسه اكتر من بياناته. اما النص التاني فهو ان بياناتك هي في الزمن الحالي ممكن تكون اغلى من فلوسك نفسها، لان لو حد وصل لحسابك والبريد الالكتروني بتاعك ومعلوماتك الشخصية خسر كل حاجة. مش هتكون مجرد رقم في بنك، لكن جزء كبير من حياتك الرقمية. عشان كده رأيي في التطبيق ده وان باسورد من تطبيقات مفيدة جدا لأي شخص عنده حسابات كتير وعايز يحافظ عليها، لكن لازم تعرف ان المميزات والعيوب قبل ما تعتمد عليه بشكل كامل. ولو الفيديو ده عجبك تعمل لايك وشارك في القناة وتفعل الجرس في التعليقات كان باسورد حفظته في دماغك دلوقتي. شوف فيديو جاي. سلام.